مسيل للدموع فرقت الشرطة البحرينية المتظاهرين في قرية قرب المنامة. قتلت أحدهم حسب المعارضة وسدت الطرق المؤدية إلى مكان التجمع لمنع المسلمين الشيعة الانضمام إلى مصلين يؤمهم أحد زعماء الشيعة البارزين في صلاة الجمعة. الدعوة في هذا اليوم كانت إلى الصلاة خلف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، والذي تم منعه وتم منع الوصول المصلين من خارج قرية الدراز إلى المسجد، حيث أغلقت المناطق على بعد 3 كيلو أو 4 كيلو من جميع الاتجاهات. ومن حاول أن يصل مشيا على القرى المحيطة بقرية الدراز تم استخدام كميات كبيرة من مسيلات الدموع لمنعهم من الوصول إلى قرية الدراز. الحكومة البحرينية التي تواجه انتفاضة منذ أكثر من عام سحبت الجنسية من 31 شخصا بتهمة إضرارهم بأمن الدولة، ومن بين هؤلاء سعيد الشهابي وعلي مشيمع نجل زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع، ورجال دين ومحامون ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، وفقا لما قاله محمد المسقطي مدير مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان. كما تضمنت القائمة عضوين سابقين في البرلمان من جمعية الوفاق الشيعية، هما جواد وجلال فيروز، وهما من أصول إيرانية. كما استعانت الأسرة الحاكمة في البحرين بالأحكام العرفية وبمساعدة دول خليجية مجاورة لإخماد انتفاضة قامت حسب المعارضة إثر التمييز فئة من الشعب البحريني. من المنام تنضم إلينا السيدة سميرة رجب وزيرة الإعلام البحرينية والناطقة باسم الحكومة. أهلا بك سيدتي. إذن جرحى وقتيل واتهامات لقوات الأمن، ألا تعتقدون أن الأمور بدأت بالفعل تخرج عن السيطرة؟ سيدتي كل هذا الكلام ليس واقعي تماما. أولا كان هناك صلاة، والصلاة لا تستدعي إلى مسيرات، هذا هو الواقع، يعني هناك صلاة يجب أن تحترم. ثانيا ليس هناك جرحى وليس هناك قتلى. الشاب الولد الذي سقط ميتا صار في حادث مرور على بعد 10 كيلومترات من منطقة الصلاة، في منطقة ليس فيها حتى نقطة أمنية. نعم، ولكن المعارضة للأسف الشديد وتمارس المعارضة البحرينية هذا الدور لأنها أفلست وتريد أن تضع على البحرين السلبيات والإساءة إلى صورة البحرين. هذا كلام كله غير واقعي، كله كذب للأسف الشديد، ولدينا جماعات في البحرين يدعون نشطاء ويمارسون هذا الكذب. نعم، تقولين سيدتي بأن في هذه الأحداث تقولين بأن الحادث وقع بعيد عن المسجد المذكور، ولكن المعارضة تقول بأن الشرطة كانت تطارد عدد من الأشخاص تمنعهم من الوصول إلى المسجد، وهذا الشاب كانت تطارده على الطريق السريع كي يهرب فصدمته سيارة مدنية، يعتبرون بأنها هي كانت المسؤولة عن الحادث. الطريق السريع يبعد عن المسجد 10 كيلومتر، لا علاقة للولد بمنطقة الصلاة، ولم تكن شرطة خلفه، ولم يكن هناك نقطة شرطة في تلك المنطقة. نعم. يعبر في طريق سريع ودهسته سيارة تسوقها امرأة، وهذا للأسف الشديد يحدث في كل الأماكن. المعارضة البحرينية تبحث لنفسها عن قتلى لتسجل نقاطا لصالحها للأسف. طب إذا كان الأمر كذلك سيدتي، كيف يمكن إقناع هؤلاء بحقيقة ما جرى التي تقولينها، يعني بالرواية التي تقولينها حضرتك؟ هل يمكن أن يكون هناك تحقيق مثلا مستقل يقنع هؤلاء بحقيقة ما جرى وفقكم؟ هناك تحقيق جرى ووقع، والنيابة حضرت في نفس الموقع. التحقيق أجرته النيابة، أجرته الشرطة البحرينية نفسها وهي المتهمة يعني. نعم، الشرطة ليست متهمة، ليس الشرطة من تأخذ هذه التحقيقات، النيابة العامة، ونحن نثق في كل هذه المؤسسات. نحن لدينا مؤسسات وقانون ترفضهم المعارضة تعتبر كل هذه المؤسسات لا قيمة لها،
وهذه مصيبتنا مع معارضة لا تشعر بالولاء للوطن ولا تشعر باحترام لأي قانون ولا لأي مؤسسة وطنية. طب مع تواتر سيدتي يعني هذه الحوادث تتواتر، ويعني هناك على ما يبدو فقدان ثقة بين الجانبين، ألم يحن الوقت للجلوس على طاولة حوار؟ هذا ما نطلبه نحن الحكومة البحرينية وضعت مبادرة حوار أول يوم في الأزمة. نعم. ولكنكم هذا الحوار مطروحا، لا زال مطروحا، ونتمنى أن تعي هذه المعارضة إلى يعني أهمية الحوار وتجلس الحوار العقلاء. ولكنكم سيدتي يعني أنتم في الوقت نفسه تدعون للحوار ومتهمون بالتضييق، يعني تحظرون المسيرات وتسحبون الجنسية. ليس هناك حظر للمسيرات، هناك وقف مؤقت للمسيرات إلى أن يعاد تنظيم هذا الشأن قانونيا وأن يستمع الجميع إلى القانون. رقم 2 السحب الجناسي تم بناء على ملفات قوية في هذا الشأن. جماعات حقيقة يتصلون بأمن إساءة إلى أمن المصالح البحرينية العليا. هذا هو واقع، والبحرين تريد أن تحفظ أمنها. الشعب البحريني يطالب حكومته بالاحتفاظ بحفظ الأمن والاستقرار، وهذا شأن داخلي يجب أن يحترم كما يحترم الشأن الفرنسي عندما يسحبون الجنسيات والبريطاني وغير ذلك. نعم. فهم هناك أمور داخلية على المعارضة أن تتفق وتجلس على طاولة الحوار وتستمع إلى الجميع. المعارضة ليست هي المعنية بشؤون البلد، هي طرف من الأطراف الطائفية التي تمثل جزء من طائفة معينة. عليها أن تجلس وتستمع للآخرين وتصل إلى توافق رئيسي في شؤوننا الداخلية، وكل الأمور تحل. هذه هي قصة. أشكرك سيدة سميرة رجب، وزيرة الإعلام البحرينية والناطقة باسم الحكومة.